منورة يا مريم، ربنا يسترها. بنورك يا طنط. خير يا حبيبتي، في حاجة ولا ايه؟ ابدا، كنت وحشاني قلت اجي اسال عليكي. والجيران لبعضيها ولا ايه يا ست الكل؟ طبعا طبعا، استرها يا ستار. ما تيجي دغري يا امل وتقولي ايه الحكاية بالظبط. يا طنط ده انت في مقام ماما، الله يرحمها. الله يرحمها، ارتحت منك انت واختك. ايه؟ مفيش يا حبيبتي. انا بصراحه ما يرضينيش انك ما تاخديش حقك. حق ايه؟ حقك في البيت واسمك. ماله اسمي؟ اسمك لازم كل اللي في البيت يعرفوه. مالك يا امل؟ وكل الناس عارفة اسمي. شكل الصيام كده مؤثر عليكي ولا ايه؟ انا بتكلم على اهل بيتك، والاسم ده ست البيت. ست البيت؟ ستات البيت، واخده بالك يا طنط؟ يعني انت ستهم. حلوة دي، زمان ستهم. بس انت تقصدي ايه؟ يعني قصدي كل اللي في البيت لازم يبقى عارف ان انت صاحبه الكلمه الاولى والاخيره. يعني تأمري وهم ينفذوا، تطلبي ويقولوا حاضر. حاضر؟ ايوه حاضر وطيب ونعم. ده انت اللي شقيانه في البيت. اقل حاجه يعملوها يقدروك ويسمعوا كلامك. ده انت كبرت البيت وكلمتك لازم تكون فوق الكل. اعوذ بالله، اللهم اني صايمه. هو انت فاهمه يا بنت انت؟ انا كل قصدي شكلك ومصلحتك. هو مش معقول كل الناس تقول ولا بلاش. تقول ايه؟ انطقي. بيقولوا يعني انك شغاله خدامه لحماتك، وان البيت بيتها مش بيتك وانت ضيفه. خدامة وضيفة؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ يا طنط انت لازم تاخدي موقف وتفرضي كلمتك على الكل، والا بقى مرات ابنك تكون هي ست البيت وتمشي كلامها عليك. يا نهارك منيل، كلمه مين يا بنت اللي تمشي عليا يا موصوفه الرقبه انت؟ ده مش كلامي، ده كلام الناس، وانا غرضي مصلحتي. يظهر ان انت عندك حق. انا لو ما عملتش كده هبقى فعلا ضيفة هنا. لازم تثبتي وجودك. انا قلت اقول لك بقى عشان انت حبيبتي. انا عملت اللي عليا ونصحتك. وانت براحتك. سلام. سلام يا طنط. هو هيبقى في سلام بعد الكلام ده؟ ده هيبقى في مشعل. انت بنت يا ابتسام، يا ابتسام. بت؟ يا نهار ابيض، شكل البت امل كلامها هيطلع صح. تعالي يا طنط انا مش فاضيه. يا نهارك منيل، انا اجيلك؟ طب انا هجيلك ويومك مش فايت. ربنا يهدي النفوس ونعيش ونولع الفانوس. قطيعة محدش بياكلها بالساهل.